السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده، ومرحبا بكم في قناه جهوات مريم من المغرب. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بقلاوه او معسله بالكاوكاو. كتجي معلكه ومعسله، كتجي اقتصاديه وكتجي سهله في التحضير. غادي نخليكم تكتشفوا معايا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه لطريقه التحضير، عندي هنا 600 غرام ديال الكاوكاو. انا خديتها هنا مفسخه وخديتها هنا اللي ما فيهاش القشره. هنا ضفت ليها واحد المعلقه كبيره ديال الزيت وغادي نديرها في الفران باش تحمر مزيان. وهنا من بعد ما تحمرت على خدت لي هذا اللون هذا، غادي نخليها حتى كتبرد باش نطحنها. ما تطحنوهاش وهي سخونه، راه غادي تعجل لكم. وهنا من بعد ما خليت الكاكاو حتى برد مزيان، هنا غادي نطحنو في هاد الهاشوار. غادي نطحنو، ما غاديش نخليوه يطحن بزاف، يكون شويه مهرمش شويه. انتم غادي تشوفوا معايا القوام ديالو في لا فيديو. ما تطحنوش وهو سخون، خليوه حتى كيبرد باش ما يتعجنش لكم. وهنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، وغادي نضيف 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات، وغادي نضيف واحد الكيس ديال السكر الفاني المنسم بالفاني. وهنا من بعد ما ضفت هاد المكونات كاملين غادي نطحنهم بهاد الهشوار. هانتوما غادي تشوفوا معايا القوام ديال هاد الكاوكاو. هذا هو القوام ديالو، كيجي مهرمش على هذا الشكل. وهنا غادي نخدم هاد الورقه ديال الفيلو كما كتشوفوا. انا غادي نحلها وغادي نخدم بها هاد بقلاوه او هاد معسله. انا غادي نحلها كل وحده غادي نخليها بوحدها، خصكم تحاولوا معها حيت هي الورقه حساسه دغيا كتقطع لكم. انا راه غير جربت شويه الفيديو باش ما يجيش ممل. انا غادي نفرقهم كاملين كل وحده بوحدها، وغادي نغطيهم بواحد المنديل كما كتلاحظوا راه كنحطهم في واحد المنديل ونغطيهم باش ما ييبسوش. كنغطيهم بالبلاستيكه وغادي نخليهم على جنب، وغادي نبدا نخدم وحده بوحده. هانتوما غادي تشوفوا معايا الفيديو. هنا عندي الزبده ذوبتها حتى ولات نوازيط، وعندي هنا الكاوكاو اللي حضرت معكم. وهنا غادي نبدا بهاد الورقه الاولى. هنا غادي نحلها مزيان على هذا الشكل، وغادي ندهنها بهاد الزبده هذه على هذا الشكل هذا. ندهنها مزيان. الفيديو راه واضح، راه شارح راسو براسو. ندهن هاد الورقه مزيان على هذا الشكل. وهنا من بعد ما دهنت هاد الورقه ديال الفيلو بالزبده، هنا غادي نرش هاد الكاوكاو اللي حضرت معكم. ممكن تعوضوه باي نوع ديال المكسرات اللي كتعجبكم. وهنا غادي نبدا نلف بهذه الطريقه عاديه جدا. الطريقه راها واضحه. وهنا من بعد ما كنلويها، هنا غادي نبقى نبدا نكمشها على هذه الطريقه هذه باش تعطينا هذاك
الزقزاق اللي كيكون في بقلاوه. وغادي نحطها في هذه الصفيحه ديال الفرن اللي دهنتها بالزبده. من بعد ما كنحطها في هذه الصفيحه ديال الفرن غادي ندهنها بالزبده، وبنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال الورقه اللي عندي. وهنا غادي نبدا نقطع، وبالنسبه للتقطيع كيبقى لكم الاختيار. كاين اللي كتعجبو المعسله تكون كبيره وصغيره، انا هنا راه قطعتها على هذا الشكل. وهنا غادي ندهنها بهذه الزبده اللي تبقات ليا. مباشره غادي ندخلها للفران اللي مسخن من قبل. وهنا من بعد ما خرجتها من الفران كيكون هذا هو الشكل ديالها. هنا غادي نسقيها بالعسل، غنسقيها مزيان وغادي نخليها على جانب حتى كتشرب لينا داك العسل. وهنا غادي نزينها بهذا الكاوكاو مهرمش. وغادي نتلاقاو ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد بقلاوه اللي حضرت معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه او المعسله اللي حضرت معكم. صراحه كتجي رائعه بزاف وكتجي بنينه وكتجي مقرمشه دغيا كتوجدوها، ما كتاخذش منكم الوقت بزاف، والاهم من هذا الشيء كتجي بنينه بنينه بزاف. جربوها ان شاء الله، راه غادي تعجبكم. وغادي نخليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.